حياكم الله متابعينا الكرام، وما زلنا متواصلين معاكم من خلال فقرتنا على السكة. وعلى السكة شفنا طبعا أداة المواصلات هذه اللي يسمونها التوك توك، وحبينا أن اليوم نسلط الضوء عليها. ولكن اللي لفت انتباهي أن في كثير من طبعا المركبات هذه اللي مكتوب عليها احذر أمامك شاحنة، والثانية اللي حاطة علامة مرسيدس، والثالثة اللي حاطة مثلا علامة البي ام. عشان كذي قلت باخذ اليوم جولة سريعة وبنتعرف على التوك توك والأشياء الجميلة على السكة. السلام عليكم. تعالوا متابعين الكرام شوفوا معي، لا بعد مضروبه مخفي شامل، بعد المخفي مالها شامل بعد. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله. اهلاويه ولا زملكاويه؟ اهلاويه. كلكم اهلاويه؟ وانت اهلاوي ولا زملكاوي؟ مفيش مجال للواحد يفكر في الرياضه دلوقتي. ليش البطوله العربيه الحين؟ مفيش مجال للواحد يفكر في طيب تعال نسمع. ليش؟ انت شكلك زملكاوي يعني ولا؟ ايه؟ شو اللي شاغل بالك يعني؟ شاغل بالي حاجات كتير طبعا. عندي بناتي، بنت تعبانه، ما ينفعش الواحد يفكر في حاجه غير انه يفكر فيها. بنتك تعبانه؟ كم عمرها؟ 11 سنه، 11 يوم. شو فيها؟ 11 شهر. 11 شهر. شو فيها؟ عامله عمليه وليها عمليه ثانيه، والعمليات الثانيه محتاجه مصاريف وكده. والحين هي فين البنت؟ موجوده هنا في البيت. في البيت؟ وليش ما عملت لها عمليه؟ الواحد شغال على ايده يعني، وعمليه غير متيسره. زين، ممكن يعني تعطينا فرصه ان نحن نساعدك مثلا؟ لا لا لا. ها؟ لا لا. ليش؟ ليش؟ الحمد لله. زين. طيب عموما متابعين الكرام، يعني شوف سبحان الله، نحن قاعدين نسوي تقرير عن التوك توك، ولكن الصدفه جمعتنا مع واحد من الشباب اللي يقول ان عنده طفلته تمر بحاله حرجه. نشوف نحاول ان نحن نساعده باي طريقه ان شاء الله، او نشوف طريق حتى العمل. عزة نفس الرجل جعلتنا نصر على التمسك بفرصه مساعدته، وظلينا نمشي وراه على السكة. استاذ لو سمحت يعطيك العافية، نحن عاد سامحنا ما نبغى نتدخل في خصوصيتك، لكن نحن عاوزين نشرب معاك شاي. ممكن؟ تفضل يا باشا، تفضل. ممكن؟ نورونا يا باشا. نورونا يا باشا. طيب ودنا البيت. تفضل. ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، مثل ما قلت لاول مره صراحه حتى من خلال المهنه الاعلاميه، انا في يوم من الايام اكون مقرر اسوي تقرير وفجاه يتغير مضمون التقرير. وهذا الرجل الطيب اللي اسمه الكريم اسمه اشرف سمير. اشرف، هذه بنوتك شو اسمها؟ اسمها رميساء. رميساء. طيب انت قلت ان هي في حاله حرجه، شو موضوعها رميساء؟ والله مولوده عندها عيب خلقي في المعده. اوكي. الله يعافيها ان شاء الله. ما كانتش بتعمل يعني حمام طبيعي، قعدت 3 ايام بعد الولاده، فطبعا حصل معاها مضاعفات وكده، فامها كشفت عليها وبتاع في المستشفى الشاطبي، وعملوا لها عمليه على طول في نفس اليوم، وهي عندها 3 ايام. يوم كانت طفله. والان شو تعاني؟ هي دلوقتي عندها، المفروض ان هي كانت تعمل العمليه، بس العمليه يعني زي ما قلت لحضرتك كده. هي لازم الحين تعمل عمليه عاجله؟ ها؟ اكيد طبعا، عشان خلاص يعني. عندها مشكله فتحه في المعده؟ الفتحه هنا يعني فتحه فتحتين، فتحه تتبرص منها، والفتحه الثانيه يعني ايه مع الوقت قفلت. طبعا مع النوم ما بتنامش كتير طبعا، عشان طبعا الوجع تعبها جدا. ما تنام؟ مش على طول، لو نامت نص ساعه وتصحى تعيط كده. طيب هي المفروض الحين تعمل عمليه امتى؟ هي كانت المفروض عملتها وهي عندها 7 اشهر 6 اشهر. ودلوقتي كم عمرها؟ هي عمرها 11 شهر. وانت مو قادر تعمل لها عمليه يعني على اساس مبالغ العمليه؟ والله انا شغال على ايدي، واللي جاي على قد الرايح. طيب. والغلو بالعكس نحن هاي بنتنا.
ان شاء الله المفروض انها تعمل عمليه باسرع وقت. نحن يعني سامحنا ما نبغى نتدخل يعني لكن نترجاك تعطينا فرصه لمساعده الطفل. والله الحمد لله يعني حتى لا تحرم الطفله لها رزق، بتاخذ لها رزقها ووقتها. يا اخي عطنا، طيب انت عطنا فرصه. يعني انا صراحه حتى فريق عمل الشباب يعني الموجودين يعني هم اللي قالوا نحن نبغي هذه الفرصه فقط يعني. والله الحمد لله الحمد لله. نحن مش حنسيبك الحمد لله. لا هذه بنتنا الحمد لله. نبغي ناخذ بنتنا ونطلع فيها على المستشفى دام انها تحتاج لعمليه عاجله. الحمد لله والنعم بالله، لكن مش حنسيبك. الحمد لله برضه. الحمد لله. متابعين الكرام مثل ما قلت ان شاء الله بنحاول نتابع موضوع بنتنا، وتحت الهواء ان شاء الله بنسعى في هذه اللحظات ان نشيل هذا البطل في سيارتنا اللي نحن جينا فيها ونوديها للمستشفى نستكمل كل الاجراءات، وبنظل معاك وما بنسافر من مصر لغايه ما نطمن عليها. سامحني غصبا عنك عاده، لان هذه بنتنا مش بنتك. اوكي؟ اسألوها هي. لا خلاص هي موافقة؟ موافقة؟ يلا على المستشفى يا حلوة. الله يحفظها ان شاء الله. ايه يابا. يلا نروح مع بعض ان شاء الله. نروح مع بعض. شكرا لك. نعم. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام من خلال فقرتنا على السكة، والسكة اللي سحبتنا الحقيقة لواحدة من أكبر المستشفيات الموجودة في الوطن العربي، واللي متخصصة أيضا بجراحة الأطفال مع طفلتنا رميساء، وحبينا أن نحن نتابع معها. الدكتور المختص أيضا لحالة الطفلة دكتور هيثم رشوان. يعطيك الصحة والعافية دكتورنا، وأنت أيضا الطبيب المسؤول عن الطفلة. أولا نحن كعرب فخورين الحقيقة بهذه المستشفى بعد ما سمعنا عنها وعملنا يعني حتى يعني بحث داخلي وسمعنا يعني عن هذه المستشفى كل خير صراحة، فبالتالي يعني نسجل إعجابنا بالكوادر الطبية الموجودة والمستوى العالي لهذا المستشفى. هو الحمد لله المستشفى بتاعت الشاطبي دي تبع جامعة اسكندرية، هي بتخدم مش بس اسكندرية، بتخدم كمان البحيرة وكفر الشيخ ومحافظة مطروح، وتقريبا دول ربع عدد سكان مصر يعني، فهي بتخدم عدد كبير. وهي المستشفى يعني تأسست كأول مستشفى جراحة أطفال في اسكندرية وفي الشرق الأوسط وفي الدول العربية كلها، في مصر كانت أول واحد. دكتورنا أنت مشرف على حالة الطفلة، إيه خبرنا عنها. هي رميساء عندها عيب نادر، إن عندها نقص خلايا عصبية، فما بيخليهاش تقدر تتبرز بصورة طبيعية من ساعة ما اتولدت، دايما بيجي لها انتفاخ وترجيع. فهي طبعا اتحجزت عندنا كذا مرة لحد ما اتحضرت للعملية، وهي دلوقتي تقريبا حالتها جاهزة للعملية. العملية عبارة ان احنا بنستأصل كل القولون وننزل الأمعاء الرفيعة نوصلها بفتحة الشرج عشان البنت تقدر انها ايه يعني تتبرز بصورة طبيعية بدون اي مساعدة ولا اي علاج، ولا انها تتحجز في مستشفيات بعد كده. فهي حالة نادرة وعملية صعبة طبعا ودقيقة، بس احنا الحمد لله عملناها كتير ونتائجنا فيها الحمد لله زي اي مستشفى في العالم، في انجلترا او في امريكا نفس النتائج الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله. ما زلنا متواصلين معاكم تقريبا حوالي 4 ساعات ونص او 5 ساعات. رميساء كانت موجوده في غرفه العمليات وطلعت قبل شوي، ووالد رميساء موجود معانا، طمنا عليها. الحمد لله دلوقتي عملت العمليه ولسه تحت تاثير البنج يعني بتفوق من البنج. قالوا 48 ساعه. قالوا 48 ساعه 24 ساعه. طيب كده. شو قالوا لك الاطباء؟ والله انا الدكتور احمد خيري قال لي يعني دلوقتي بعد 24 ساعه نقدروا نحددوا العمليه بقت كويسه
لان ان شاء الله انها كويسه. ان شاء الله. ان شاء الله انها كويسه، وان شاء الله انها تكبر وتكون ام مصريه، وان شاء الله تخدم البلد. ان شاء الله ان شاء الله. وهدفنا من التواجد معاك هو ما تعلمناه من دوله الامارات، ان الاستثمار في الانسان هو الاهم. صح صح، اللي هو الاهم فعلا. نعم، من تعليم، من صحه وعلاج وكل شيء، فنقول لك تستاهل سلامتها الحمد لله. وان شاء الله تشوفها عروسه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ونشكر طبعا دولة الامارات العظيمة. واجب، الله يسلمك. الله يبارك هذا واجب، الله ونتمنى لكم دائما التوفيق. الحمد لله. ان شاء الله. ان شاء الله. طمنا عليها بين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. العفو. الحين مزاجك زين ان شاء الله؟ الحمد لله. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا اهلاوي. خلاص اوكي. أنا كده أهلاوي. يلا شكرا لك، شكرا، مع السلامه.